شباب، أنا راح ألتقي مع شخصية محبوبة جدا بيحبوها كثير من السوريين. دائما بيآزرنا بنكباتنا، بنكبات الشتاء، بأي نكبة بتصير بسوريا بيكون أول المؤازرين سوار الذهب. الله يحييك اللي اسم على مسمى بقول السوريين سوار الذهب، هو فعلا ذهب. الله يحفظك ان شاء الله. وانا اصلا منكم وفيكم والله، ويعلم الله انه دائما انا اقول انه انتم المتفضلين علينا. انا لي فتره في الشمال السوري في ظروف عديده جدا في عديد من المناطق، لكن يعلم الله في ظل الوجع الموجود وظل الالم الموجود الناس قد تجي تجسد انه هذا الشعب محتاج، لكن احنا قاعد نشيل منه الصبر ونشيل منه فضائل الاخلاق. انا في المخيمات اللي عنده خبزه والله يقتسمها معاي ويعطيني اياها. ولما انا جيت هنا صديقي علي الشواخ توفت له زوجته وخمسه من ابنائه، وصديقي ثاني اللي اشتغلوا معاي البرامج يشتغلوا معاي توفت زوجته وثلاثه من ابنائه، فقدوا كل اسرهم. اول ما جيت والله جاي اعزيهم لقيتهم هم قاعدين يعزوني. فاعتقد يعني خلال السنوات الاخيره ما في شعب مرت عليه ازمه من الحرب العالميه الثانيه، مرت عليه ازمات ونكبات مثل هذا الشعب. ولكن انا اقول دائما في التاريخ يقول انه كل الشعوب اللي مرت بمثل هذه الظروف البعث الحضاري الجديد يكون منها، وهذا الامل اللي انا قاعد اجده. والعجيب والاعجب من ذلك انه تجد الناس غير كلمه الحمد والشكر لا تجد منها شيء. فهذا شعب عظيم ما يستاهل اللي حصل له من هذه الظروف. الزلزال هذا امر من الله سبحانه وتعالى قابلينه، لكن الظلم اللي حصل عليه المتعلق بتاخر دخول المساعدات، خصوصا المساعدات المتعدده بانتشال الانقاض وغيرها وهذه الظروف. بعد هذا كله شفت نموذج من ايام الصحابه، الاهالي مع شباب الدفاع المدني والخوذ البيضاء الكل يعين بعض البعض. فهذه النماذج اللي عاد يشوف يعني يوم من ايام الصحابه يجي الداخل السوري يشوفه بين اهلنا هنا في الداخل السوري، واللي عايز يشوف فضائل الاخلاق النبويه المحمديه اللي نقراها في الكتب وتجسد في افلام يجي يشوفها واقع هنا بين اهلنا في الشعب السوري. والله انا يمكن الكلام كثير، لكن انا في منطقه جنديرس بين الزلازل اسره منكوبه والله ما عندها شيء تعمل لي، حلفت علي ولعت النار بالعشب بسيط، والله ولعوا النار حلفوا الا تشرب شاي، هذا اللي عندنا، وزعلانين انه ما قدرنا نكرمك وهم اصلا منكوبين. فوين تلقى مثل هذا الشعب؟ فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنهم ويجزاهم خير الجزاء ويفي الصابرون اجرهم بغير حساب، والحساب ما دام انه من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله الاجر كبير، ونسال الله سبحانه ان يرفع. كلام عظيم جدا سوار، مشكور جدا على شهادتك، مشكور جدا على كلامك. لكن في سؤال بيخطر ببال كثير من الناس، شو اللي بيدفع سوار الذهب انه يجي على منطقه منكوبه دائما ويعيش يعني انت صار لك ايام وراح تبقى لايام وتعيش هذا العذابات معنا، شو اللي دفعك تيجي لهون؟ يعني نحن امر الله، انت ليش جيت؟ والله شوف، هو الحياة قيمتها فيش؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إن إحنا كلنا عبيد في ملك الله، وإنا إليه راجعون راجعين لله سبحانه وتعالى. الرجعة إلى الله تجدها في هذه الأعمال، يعني أنت تلتمس مكانك في آخرتك تجد في هذه الأعمال. وأنا ما أطيل عليك لكن أحكي لك قصة بسيطة جدا. أنا كنت في مخيم زوغرة في منطقة جرابلس، فكان في امرأة فقدت زوجها اسمه أم عبد الرحمن، فقدت زوجها والثلاثة من أبنائها وأربعة من أحفادها، وبيتها كله دمر، وأصبحت نازحة ل8 سنوات عمرها 72 سنة. شافتني ألعب مع أطفال ففرحت وبكيت بس لفرحة الأطفال، فقالت يا ابني لا تنساهم، ترى هذه الفرحة تعني لنا الكثير. واحدة فقط بلعب بكت وفرحت. فلما تشوف هذه الدمعة وهذه الفرحة لإنسانة منكوبة في هذا العمر وهذه الظروف أنت تسعدها، فأكيد لابد أن تبادر. والأمر الآخر هذه قضية حق، أي إنسان عليه أن يجاهد فيها. المنظمات الإنسانية اللي نشكرها صراحة الآن نشوف المساعدات القطرية وخصوصا المتعلقة بأجهزة طبية اللي فيها نقص كبير جدا وصولها هنا، وكل الناس اللي ساعدت وساهمت من كل الدول تعين، لكن كل إنسان قادر يعين في مجاله. أنت إعلامي، مايكك هذا هو رسالة الحق اللي يسألك الله سبحانه وتعالى عنك. أنا إعلامي، رسالتي والصورة اللي أقدمها هي الحق اللي يسأل الله سبحانه وتعالى عنه، والحق مش بس في سوريا، لو في المريخ أنت لابد أن تقف مع الحق. الطبيب ومجموعة الأطباء اللي أنا جو معاي مجموعة أطباء من دولة قطر قاعد يعينوا ويشتغلوا ساعات طويلة جدا، واحد فقط في يومين أو 3 أيام سوى تقريبا يعني 45 عملية. يقول لي والله الطبيعي نتعب، لكن هنا قاعد نجد عندنا طاقة نستمدها من هؤلاء. للمعلومة الناس الآن تعيش الفرق في جنديرس. أنا شفت واحدة من أعظم أشكال التلاحم بين الكرد وبين العرب. أنا صرت ما أعرف من الكردي ومن العربي، كلهم أسرة واحدة قاعدين، أسرة واحدة قاعدين في مكان واحد في شبة ضوء واحدة، قاعدين يأكلوا أكل واحد ويقتسموا لقمة العيش. ليش؟ لأنه كل هذه الجهوية والعنصرية في اللحظات الإنسانية الصادقة خلاص طافت، وهذه هي الحياة. هذه
هي معنى الحياة في هذه المواقف. لما توقف على القبر وعلى النكبة تنسى كل الطائفية وكل التفرقة الموجودة وتظهر القيم الحقيقية. فهذا هو المثال اللي المفروض نركز عليه، كيف الناس تلتئم لعونة بعضها البعض، هذا هو الأساس. مشكور جدا وكلام عظيم جدا، والله أنا سعيد جدا بسماع هذا الكلام من إنسان مثلك. مشكور جدا، شرفت سوريا ونورت سوريا، سعيدين جدا بوجودك معنا والله. الله يحفظكم يا رب. شكرا كثير لك حبيبي. بارك الله فيك. حبيبنا. الله يكرمك.